بص يا ستي، عارفة إن أغلب البنات بيبقوا مهتمين بكل حتة في جسمهم، بس بينسوا أهم منطقة ممكن تجيب لهم التهابات ومشاكل وهم مش واخدين بالهم. المنطقة الحساسة مش لازم لها حاجات غالية، بس عايزة فهم وطريقة صح في النظافة، وده اللي هقولك عليه حالاً. الغلطة الأولى استخدام الصابون العادي. أول غلطة بتحصل كتير قوي هي استخدام الصابون العادي أو الشاور جيل اللي بنستعمله لجسمنا كله. المنطقة دي ليها طبيعة غير وليها نسبة حموضة معينة. لما تستخدمي حاجات قوية أو ليها ريحة بتعمل جفاف والتهابات. الحل؟ استخدمي غسول خفيف معمول مخصوص للمنطقة الحساسة ومن غير ريحة. الغلطة التانية النظافة الزيادة عن اللزوم. في بنات فاكرة إن النظافة يعني الدعك الجامد أو التنظيف بقوة، بس الصراحة الجلد في المنطقة دي رقيق قوي. استخدمي إيدك بالراحة ومية دافية بس، مش لازم لوفة ولا صنفرة، عشان دول بيعملوا التهابات مش نظافة. الغلطة التالتة بعد ما تشيل الشعر. بعد ما تشيل الشعر بشرتك بتبقى أضعف حاجة. ممنوع تحطي أي بارفان أو كريم فيه كحول. استخدمي جل صبار طبيعي أو كريم ملطف خفيف. ولازم تسيبي الجلد يتهوى، يعني بلاش لبس ضيق بعد ما تشيلي. Instructions short عشان تبقي زي الفل وقمر منور، بس الأول اعملي لايك واشتراك في القناة. غيري الأندر بتاعك كل يوم، والأحسن يكون قطن، وابعدي عن الخلطات اللي ملهاش أساس اللي فيها ليمون أو خل، عشان دي بتعمل التهابات. ولو حسيتي بحكة أو التهابات على طول روحي لدكتورة. خلي نظامك بسيط وهتحسي بفرق في راحتك وثقتك في نفسك.